لطيفة قالت لأنس بوخش: أنا ما بندمش، أي قرار باخده بتعلم منه وبموف، ما بقعدش أفكر في اللي حصل وأفكر في اللي فات. هيجي حد يقول لي: إيه ده؟ بس ده مش صح، لو إحنا عملنا الحاجة وما ندمناش وما فكرناش في اللي فات هنفضل نعيد الغلط. لا، الكلام ده مش حقيقي. لما انا افضل اندم، اللي هيحصل ده هيخليني شخص متردد جدا، صعب جدا ان انا اعرف اخد قرار. عارفين ليه؟ عشان انا لو خدت القرار والقرار ما طلعش صح ورحت ماسك نفسي فضلت اجلد فيها وافكرها بقد ايه القرار ده غلط وقد ايه انا غلطت وما كانش المفروض اعمل كده، اللي هيحصل ان انا المره الجايه هبقى خايف جدا اخد قرار، طبيعي هتحول لشخصيه متردده جدا. طب ده ليه بيحصل معايا؟ اكيد حاجه ليها علاقه بالنشأة. متخيلين ان هم كده يعني بيخلونا ناضجين ونركز المره الجايه؟ طبعا الكلام ده مش حقيقي، بيخلونا اشخاص خايفين، بنتحول لشخص مش قادر ياخد قرارات، شخص متردد جدا، وده طبعا بيبقى ليه تاثير سلبي جدا على حياتنا الشخصيه وعلى حياتنا العمليه. بس الفرق بيننا وبين الجيل اللي قبلنا ان احنا دلوقتي